السلام عليكم، كيف حالكم؟ أموركم طيبة والحمد لله. من بعد الممات ديال الأب ديالي رحمه الله، فتعلمت واحد الأسرار اللي هي كبيرة بزاف. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كنشوف بزاف الوصفات اللي تيتحطوا في عبر التواصل الاجتماعي، لكن بالنسبة لي كيبان لي على أنها كوبي كولي أو أنها خرافات أو أنها شيء هو ليس له بالوجود أصلا. فأنا درت واحد الغلط في الحياة ديالي، على أن كاينين بعض الأشياء اللي هي 4% خاصني نخليها صدقة ورحمة على والديا، وغادي ندور تا غادي ندور وغنتركل تا غنتركل في هذا المجال. عمري ما وصل ولو نقطة أو حبة رمل في العمل اللي كان تيعملو الأب ديالي، الله يرحمه في هذا النهار هذا ويرحم جميع الموتى أجمعين. وما وصلتش حتى للثلث ديال داكشي اللي كانت كتخدمو الأم ديالي، لأن الأم ديالي رحمها الله التخصص ديالها هو العلاج، وكانت كتجبر و إلى آخره. لكن في العالم ديال الأب ديالي رحمه الله فكان شخص ذو علم وكان شخص حكيم. إذا بالنسبة لي أنا إن شاء الله بإذن الله السميع العليم، ف جاو عندي بزاف الناس اللي ولاو كيوقعوا لهم مشاكل ديال سحر العقد، أو بينهم وبين الزوجات ديالهم نفور في الفراش، أو عنده حاشا وجهكم القضيب ديالو أو شي حاجة كتلقاه يا ربي السلامة، يعني مربوط عنده سحر العقد أو سحر الربط. فأنا والله ما نبخل عليكم بالله الذي لا أسأل سواه، وأنا غادي نتحدى الإنسان. هذا راه كتاب ديال المرحوم ماشي بالهضرة الخاوية، هذا كتاب ديال حساب المريض الكبير، أي واحد غادي يبحث عليه وغادي يمشي يقلب عليه وما غاديش يلقاه، لأن كاين حاليا واحد في المغرب، وكاينين الناس اللي هما علماء أصدقاء ديالنا اللي كنت ريحت معاهم في السفر ديالي مؤخرا لمدينة سوس اللي هي البلاد ديالنا، وتناقشت معاهم و إلى آخره، وتعرضت عليه واحد المبالغ خيالية على هذا الكتاب هذا. ما غاديش نعطيه لأنه قديم 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 لواحد المدة ما بزاف. أنا والله ما نبخل على هذا الشخص المعقود، وإذا كان عنده 20 عام أو 30 عام غادي ياخذ واحد 7 البيضات، وغادي يكتب عليهم في الأولى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والثانية: فانطلقوا وهم يتخافتون. والثالثة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي الرابعة: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والخامسة: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي السادسة: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إنه لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلمته ولو كره المجرمون. وفي السابعة والبيضة السابعة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وتجعلوا في البيضات إن شاء الله بإذن الله ملي غتقرا هادشي اللي قلت لكم أو غادي تكتبوا هادشي اللي قلت لكم في البيضات، وتجعلوا في البيضات إن شاء الله بإذن الله اللي غتشدهم غادي تفرقعهم إن شاء الله بإذن الله في ديك المقلة أو شي حاجة، من بعد ما غادي تقرا عليهم أو تكتب عليهم هادشي اللي قلت لكم من الأحسن، وتكتبها نتا براسك. كدير الفلفلة والقرفة والكوزة، كاينه واحد الجوزة كيقولها جوزة الشرك، وكاينه واحد الجوزة ديال الطيب. كاين هما جوج جوزات، كاينه الجوزة ديال الشرك، كاينه واحد الجوزة ديال الطيب، راه غتمشيو عند العشاب وغادي يقولها لكم. وكدير لسان الطير وغادي تمزجهما بالعسل مع البيض اللي دوينا عليه، وقال لك ويفطر به المعقود فإنه ينحل بإذن الله والحمد لله رب العالمين ثم بحمد الله وحسن عونه.
انا المرض ديال الوالدين. وانا هادشي اللي كنقراه لكم راه ما واضحش مزيان اللي كنقراه. انا هاد الكتاب اللي ما كنقراش عباس كنزيد الا كانت شي حاجه غابره كنشدها كنعاودها بالستيلو، انه هذا كتاب حكيم وما خفي كان اعظم. عندي منه 4 الكتوبه اللي ممكن تحيد عليا من الخزعبلات، كتوبه اللي ممكن تنزل شي حوايج اللي ما يطيحوش لك في بالك، كدير طريقه الاستنزال وطريقه الاسراف، وكيفاش كتعامل مع عمار البيت، كيفاش خصك تتعامل مع طريقة الاستحضار والعزائم ديالها، كيفاش خصك ملي تكمل داك الاستحضار كيفاش طريقة الإسراف وإلى آخره. كلشي موجود هنا، كلشي كاين هنا، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للشخص إذا كان معقود عنده 20 عام أعيد مرة ثانية وغادي نحبس. هاد الشخص اللي كان معقود عنده الربط، الثقاف من جميع النواحي، الخدمة، العمل، في القضية ديالو مع المرأة، أو المرأة عندها مشكل مع الراجل تاهي عن بينه وبين النفور أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. بالنسبة للشخص المعقود كتكتب 7 البيضات. في الأولى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والثانية فانطلقوا وهم يتخافتون وغادي تحبس، كتكتبها في البيضة الثانية. والثالثة بإذن الله تقدروا تكتبوها سميتو بالسمخ أو كتكتبوها بزعفران. وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والثانية فانطلقوا وهم يتخافتون. والثالثة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي الرابعة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والخامسة إن شاء الله بإذن الله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي السادسة قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إنه لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلمته ولو كره المجرمون. والسابعة إن شاء الله بإذن الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وتجعل في هاد البيضات هادو إن شاء الله بإذن الله الفلفلة والقرفة والكوزة الشرك أو الكوزة الطيب ولسان الطير، وغتشدهم وغتمزجهم بالعسل مع البيض ويفطر به المعقود. كيفطر بهم أقسم بعزة الله أنا جربتها على راسي ما شاء الله تبارك الله الرحمن، وكله كيفاش دار لي الله فإنه ينحل بإذن الله والحمد لله رب العالمين. ثم بحمد الله وحسن عونه لا اله الا الله محمد رسول الله واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولا كانت شي حاجه اخرى ان شاء الله راني نشاركها معكم. وتحياتي لكم عند اخوكم وحبيبكم حمزه الشريف. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فانا الاب ديالي وصاني على بعض الحوايج نشاركهم مع الناس، قال لك سواء كانوا عندك ضياف في الزاويه او كنت عبر هذا الشيء ديال هو كيقول لي غير لا سلكي مسكين ما تعرفش كاع فهادشي ديال السوشيال ميديا الله يرحمه في هذا النهار. فقال لي شارك معاهم شي حوايج وشي حوايج كيبقاو اسرار ما تشاركهمش مع الناس. إذا الحوايج اللي هما فيهم أهمية وفيهم ضرورة على صحتكم أنا كنشركم. وكل مرة إن شاء الله بإذن الله ملي كتجربوا هادي ومرة أخرى إن شاء الله راح نعطيكم شي حوايج اللي هما غير مضرين بالصحة وغير مضرين بالجسم ديالكم، وأشياء اللي هي علمية ومدروسة واللي دازت على يد شيوخ من آلاف السنين. وكيفاش وصلت هذه من هذا لهذا 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 حتى وصلت لهذا عبد ربي الضعيف. تحياتي لكم عند خوكم وحبيبكم حمزة الشريف وتصبحوا على خير.